بسم الله. مشاكل الغريبة، هي الحقيقة الغريبة سهلة جدا، بس التنفيذ بقى، المقادير سهلة معروفة ومفيش فيها فن. التنفيذ هو اللي ممكن بيفرق. يعني مثلا القريبة دي اللي في الصاج دي أنا عاملاها بالمكنة، وفيها 2 بس فوق. أنا دول مدوراهم بإيدي وعاملاهم بالطريقة العادية يعني. واحدة فيهم واضح إنها مشققة، والتانية من نفس ذات العجينة عادية خالص، ولا مشققة ولا حاجة. ليه بقى؟ لأنه المشققة دي أنا سبتها على الكاونتر فترة، لأنها كانت دخلتها التلاجة زي ما قالوا في بعض الوصفات، نشفت جدا، وده السبب في انها نشفت. وفي ناس بقى بيقولوا علاج المشكلة ان انت تحط سمنة، او ناس بيقولوا مش عارفة ايه. ما حطيتش ولا اي حاجة، سبتها. مجرد ان انا سبتها ترجع تاني تبقى زي ما كانت. فشوفوا اهي التانية، هي ولا مشققة ولا حاجة خالص. وبعد كده اللي انا كنت عاملاهم بصعوبة شديدة جدا بالمكنة اهو اتعملوا في الفرن. وادي القعر بتاعها. هو المفروض بالنسبة لي انا بحبه كده يعني. اما اللي هناك دي الكتلة الكبيرة دي، فدي اللي بقيت العجينة بعد ما قلت انها طلعت من التلاجة. فانا عملت ايه بقى فيها بقى؟ حطيتها تاني في الميكسر، وحاولت ان انا افتفتها كده بايديا، وفعلا طريت خالص وادتني اللي هي ديت. يعني بمعنى اصح، بلاش تضيعوا وقتكم في انكم تخشوا على فيديوهات. خشوا على جوجل نفسها وهتلاقوا، واكتبوا المشكلة هيقول لكم على الحل. خلاص، وكل سنة واحنا طيبين.